اليوم النفقه تاع النص فهموها، على بالي بكم باللي فاهمين. حباباتي هنا انا رايحه ندير معكم شويه تاع تليتلي كيما ما عارفين نديروه في العاده والعوايد. ما حبيت ندير لا تختوخه لا تريده الطاجين، ماشي كرهنا منهم، ربي مع النعمه ويحفظها من الزوال، مي نبدلو شويه. قلت لكم راح ندير تليتلي. واش نديرو؟ نجيبو طرف تاع لحم مغلمي مع طرف تاع دجاج، ونحطو معاهم شويه تاع بصل فلفل الكحل وملح وشويه تاع عيدام اللي هو سمن وشويه تاع زيت، واللي ما عندهاش سمن دير الزبده وشويه تاع زيت وتحطهم وتقليهم مع شويه تاع ما كيما رايحه ندير انا. وانا هنايا حباباتي دائما نكسر البصله في البرمه تاعي. قال لك البرمه نبصلها خير من الطفله نمأصله. شفتوا كيفاش نعرف نهضر الامثال؟ هذه يا حباباتي. يا ربي العزيز. شوفوا من بعد ما داويت البرمه تاعي، يعني نصبتها، نحط عليها شويه تاع ما، قدر فنجان برك تاع ما باش هكا تتقلالي ماشي ناشفه، يعني تكون فيها شويه تاع ما، ونقعد نقلب فيها واحد 20 دقيقه هكاك وهي تتقلى. من بعد نرجع للبرمه تاعي ونمرقها نورمال، نمرقها بالماء يكون سخون كيما راكم تشوفوا هنا، ونخليها تتقلى لي في هذاك الملح. الله الله، يعني باش يجينا اللحم تاعنا بنين. يجينا الله الله عليه. من بعد ما مرقت البرمه تاعي نوليو نجيو هنايا للتليتلي تاعنا. جيبوا الكميه اللي عندكم، وما من اللحم والدجاج الشيء اللي عندكم ديروه به حباباتي. انا هنايا راح نديره لكم كيما ما عارفين نديروه في العاده ولا بعيد. قلت لكم نجيبوا كميه تاع تليتلي ونحطوها في المقله مع شويه تاع زبده. من بعد ما ندوبوها كيما هكا ونحطوا هذاك التليتلي ونبداو نقليوه. ماشي نقليوه القليه هذيك اللي يولي لونه بني، لا 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 لا، يعني يدي اللون الذهبي فقط ونحيوه. انا هنا كاينين حتى حبات هكا خرجوا لي يعني ماغو، بصح نتوما حاولوا انكم ما تخليوهش يتحصل على هذاك اللون ابدا، يعني مع يبدا يصفر لكم برك نحيوه وحطوه فوروه هكا في الكسكاس، ما ديروا له حتى حاجه، هزوه طول وحطوه يفور في الكسكاس. من بعد ما يفور لكم في الكسكاس عاودوا نحيوه وعاودوه. دوك نعت لكم كيفاش نديروا. نروحوا الساعه نداويو اللحم المرحي تاعنا اللي رايحين نديروا به التليتلي. اللحم المرحي تاعنا هنا رايحين نداويوه. كيفاش رايحين نداويوه؟ رايحين نجيبوا فيه نديروا فيه بصله تكون مرحيه بيان مع شويه تاع فلفل الكحل وملح وشويه زبده، ونحطوا بيضه. وانا هنايا باش يجيني زاكي زدت له شويه تاع روز مرحي وعجنته مليح مليح كما كنتوا قاعدين تشوفوا. من بعد نجيب شويه تاع ما في اونات شوطولا في غرفيه هكا، ونبل بها نبل هذاك الماء باليديه بالماء. نبل يديا بالماء ونبدا نكركب في الكراكب تاعي في الحرش تاعي. حنايا قلت لكم اللحم مرحي نقولوا لحرش، يعني درنا تريده بلا حرش، درنا تليتلي بلا حرش، درنا المحمر بلا حرش. هذه هي. نكمل الكميه تاعي كامل نحطها ابار ونروحوا نشوفوا التليتلي تاعنا من بعد ما فارنا. هنا من بعد ما فرنا انا هنا رايحه نسومو كيما نسومو الطعام اللي هي النعمه. رايحه نسومو نورمال. انا هكا ما لقيتها تخدمو وجيت نخدمها كيما جيت نخدمو كيما تخدمو هي. من بعد ما فارلي نهزو كيما هكا ونديه ونسومو بالماء نورمال عادي جدا. راهو مازال يابس راكم تشوفوا فيه راني سو نورمال. ومن بعد نولي نصفيه من هذاك الماء ونجيبو يشيخ لي في القصعه تاعي، ونبقى مره على مره نعاودو بيديا كيما نعاودو النعمه. فاهمين؟ هذه يا خواتاتي العزاز. والتليتلي تاعنا ما نديرو فيه لا خضره لا حمص، يعني وما نديروهش حمر، يعني قليل كان درنا حمر كي نعودوا هكا برك ما بيناتنا ولا هكا، ماشي يعني دائما نديرو حمر. يعني اذا كنتي راح ديري عرضه ولا ديريه بالتاويل تاعو ديريه كيما هكا. اللحم تاعي مازال ما طابش مليح مليح، مي انا رايحه نصفي المرقه بويسك راني رايحه نسحقها ورايحه نعاود بها التليتلي تاعي. رايحين نصفيوها في صفيه تكون رقيقه كيما هكا ولا في الشاش كيما ما فنعت لكم. من بعد ما صفيت المرقه تاعي شوفوا زي ما هذيك البصله ما نسحقوهاش، نولي نجيب شويه تاع مرقه شويه برك ماشي بزاف، ونحط فيها اللحم مرحي هذاك يطيب لي فيها الحرش كامل، يطيب في مرقه وحدها بنفس المرقه بعد، يعني بنفس المرقه تاع التليتلي بعد، يعني نحيت منها شويه برك وحطيت فيها الكراكب تاع اللحم تاعي باه يطيبوا لي. رجعت اللحم غلمي والدجاج باش يكملوا الطياب تاعهم، وما زدتش مرقت من تما، ما زدتش مرقت حباباتي، يعني انا دائما نمرق مرقه واحده.
هذه هي خواتاتي العزاز. من بعد ما رجعت اللحم تاعي يطيب لي ونحيت شويه تاع المرقه وحطيت فيها الحرش يطيب وحده، واش نولي ندير؟ نولي نجي للتليتي تاعي ونعاودو هكا بيديا ونهزو ونحطو في البرمه تاعي يعاود يفور لي. في هذا الفوره من بعد ما يفورنا نعاودو نحيوه ونعاودوه بالمرقه تاعو. بعد دركا ما عادو يعاودوه غير بالماء، يعني شت قداش من وحده هكا كيهبط الجزائر وكامل عادو يعاودوه بالماء. هي من المستحسن يعني نعاودوه بالمرقه تاعو، بالمرقه تاعو خير باش هكا يعطينا قوم مليح ويجينا بنين. هنا الحرش تاعي راهو طاب لي راكم تشوفوا فيه، المرقه صافيه الله الله عليها، بيضه تسخف الله الله ما شاء الله عليها. نحيه ونحطو ابار ونكمل نخدم خدمتي اللي هي لا طارت. ماهيش ان طارت هي مسكوته يعني. حباباتي العزاز شوفوا واش نديروا، نجيبوا الطاس تاع الميكسر تاعنا، ولا تقدري تستعملي هذاك البرا ميكسر اللي عندك، هذاك هو. انا عندي طاس نستعمل الطاس. شوفوا واش ندير، نجيب 4 عظمات ونحط عليهم 8 مغارف كبار تاع سكر، ونحط عليهم علبه تاع ياغورت بذوق الفراز الفراوله، بيسك من بعد رايحين نديروا الفلان تاع الفراز نطيبوه ونسقيو به هاد لاطاغ. دوك تشوفوا كيفاش رايحين نديروا له. على هذيك حطيت العلبه هذه تاع الياغورت باش تعطينا الذوق تاع الفراوله وتجي منكهه بذوق الفراوله الله الله عليها. هنا قلت لكم حباباتي حطينا 4 عظمات مع 8 مغارف كبار تاع سكر ومع علبه ياغورت بذوق الفراوله. من بعد نوليو نغطيو الطاس تاعنا ونشعلوا عليه ونخليو العظام تاعنا يضربوا لنا مع الياغورت والسكر مليح مليح واحد 5 دقائق هكاك. من بعد نضيفوا لهم باقي المكونات اللي هما ساهلين ماهلين. وهاد المسكوته مرفه نديرها معاكم بصح مانيش مرفه ندخل عليها الياغورت ومانيش مرفه ندخل عليها الفلان تاع الفراوله. انا كي شفت عندي الفلان تاع الفراوله كنت الخير حبيبتي اللي بعثت لي بعثت لي الفلان كنت الخيرها ربي يعطيها ويمنيها. هذه يا خواتاتي العزاز. من بعد ما ضربوا لي مليح مع بعضهم واحد 5 دقائق نضيفوا عليهم 8 مغارف كبار تاع زيت المائده ونزيدوا نقفلوا على الطاس ونخليوه يتضرب واحد دقيقه هكاك ونضيفوا له باقي المكونات اللي هما ساهلين مهلين، الفارينه والنوات كوكو والخميره تاع الكاطو. وانا هنا مانيش نحط الفانيليا بيسك علاه الخميره تاع الكاطو تاعي بعد راهي منكها بالفانيليا، يعني فيها بعد الفانيليا، يعني ما نشقاش باه ندير الفانيليا. هذه يا حباباتي العزاز. من بعد ما ضربوا لي مليح مع بعضهم نضيفوا هنا رايحين نديروا 1 2 3 4 5 6 7 8 مغارف تاع فارينه ونحطوا معاهم 2 مغارف كبار تاع نوات كوكو ونحطوا معاهم الساشي تاع الخميره اللي الحجم تاعها 16 غرام. واللي ما عندهاش هاد الخميره ما عليها غير تزيد الفانيليا من عندها. هاني قاعده ندبر عليكم حاسبين اني ساكته هكاكا. هذه يا خواتاتي العزاز نحطهم يضربوا لي مليح في الطاس مع بعضهم. في لو طون هذا رحت ادهنت البلاطو تاعي بشويه تاع زبده. القطر تاع المول تاعي هو 24 سنتيمتر، يعني ماهوش كبير. اذا حبيتوا تستعملوا هذاك اللي القطر تاعو 28 سنتيمتر راح تجيكم لا طاغت شويه هابطه ماشي كيما تاعي انايا طالعه وكامل، مي راح تعطيكم نتيجه هايله مليحه. هذه يا خواتاتي العزاز. من بعد ما ضربوا لي المكونات مع بعضهم فرغتهم هكا في البلاطو في المول عفوا. من بعد ندخلهم للفرن على درجه حراره 180 درجه مده نقول لكم نص ساعه هكاك. ونحي لا طاغ تاعي بيسك علاه الفرن تاعي نكون مسخنته من قبل. ما كنتيش مسخنته من قبل حطي لها 40 دقيقه، حطي لها 40 دقيقه ونحي لها وشعلي لها غير من تحت، ما تشعلي لهاش خلاص من الفوق وما تحليش عليها ابدا. حطيت لاطاغ تاعي طيب لي ونروحوا نشوفوا التليتلي تاعنا اللي فارنا. من بعد ما فارت لي نولي نجيب ونعاودو بشويه تاع مرقه. انا هنا حباباتي راح ندير اضافه صغيره تاع ملح، يعني كم شفتوا حاجه قليله تاع ملح باش هكا ما يجينيش صامت التليتلي تاعي. ونولي نعاودو بالمرقه هذيك البيضاء، نعاودو بهذيك المرقه البيضاء اللي تكون مصفيه، لازمها تكون مصفيه حباباتي المرقه تاعكم. نعاودوه مليح مليح كيما نعاودو الطعام. هنا راني حطيت 2 مغارف تاع سكو كبار وعاودت بهم التليتلي تاعي ونخليه يشيح لي.
ونروحوا نشوفوا لا طاغ تاعنا. لا طاغ تاعنا راهي قربت الطيب، هي قربت الطيب، بقات لها واحد ربع ساعه. نروح نحضر لها الفلان اللي رايحه نسقيه بها. الفلان طيبوه كيما ما عارفين نطيبوا الفلان. نجيبوا نصف لتر من الحليب، نحطوا عليه كيس من الفلان بذوق الفراوله، نحطوهم مع بعضهم، نخلطوهم مليح مليح مع التحريك المستمر على النار. ومن بعد ما يغلي لنا الحليب نصبوه على لا طاغ تاعنا من بعد ما تكون طابت لنا وتكون سخونه، يعني هذا ونخرجناها من الفرن. نصبوا عليها هذاك الفلان، نكملوا الكميه كامل، نصف لتر هذا كامل نحطوه على لا طاغ تاعنا، ونزينوها بشويه تاع نواه كوكو، وندخلوها للثلاجه تبرد لنا مليح مليح. من بعد ما تبرد لنا نقدموها وناكلوها في السهره. هذه هي حباباتي. واذا ما عندكمش هذا المول اللي تحل على الجناب، ديروا في المول هذاك اللي نورمال اللي عندكم، من بعدك تجيو رايحين تقلبوها تتقلب نورمال. المهم قبل ما تحطوا فيه لا طاغ تطيب لكم مع الاول، دهنوا المول تاعكم مليح مليح بالزبده. نروحوا نشوفوا التليتلي تاعنا من بعد ما شاح، وليت هزيته وحطيته في البرمه تاعي باه يعاود يفورلي في الكسكاس، عفوا في الكسكاس حطيته في الكسكاس باش يعاود يفورلي. ونروحوا نديروا المملحه تاعنا. المملحه تاعنا اليوم هي انتاغت تكون مالحه، طارطه مالحه. نجيبوا هنا حباباتي 3 عظمات، ونحطوا عليهم قرصه تاع ملح، ونحطوا عليهم مغرف كبيره تاع السكر ما تكونش مليانه بزاف، ونحطوا عليها نص كاس من الحليب. هاو الكاس هذا اللي استعملته تاع لاتاي برك ماشي الكبير، ونحطوا عليها نص كاس تاع تاي تاع زيت المائده، ونخلطوا كلش مع بعضه. من بعد نضيفوا 2 مغارف كبار تاع جبن المبشور ولا البارميزان اللي عندكم هذاك هو، ونحركوا مليح مليح بالفوي. من بعد نضيفوا 2 كيسان غير ربع تاع فرينه، راكم تشوفوا حجم الكاس اللي استعملته انا هنا 220 مليلتر. ونضيفوا عليه مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، هي من مستحسن خميره البيتزا هذيك، مي حنايا رايحين نستعملوا خميره الحلوى. ونخلطوا كلش مع بعضه. من بعد ما نخلطوا كلش مع بعضه نجيبوا المول العجيب هذاك اللي عندنا. انا عندي مول نورمال يعني عنده ثقب صغير برك ماشي كيما هذاك اللي يتباع في الجزائر. نجيب هذاك المول وندهنه مليح مليح بالزبده. من بعد نفرغ فيه هذا الخليط اللي خلطته. تمتمت وجدنا هاد لا طاغط اللي تكون مالحه هايله حباباتي، والله ما شاء الله سيرتو للصحاره. راني هنايا دهنته بالزبده حباباتي وحطيته فوق لا بلاك تاعي، صافي دابت الزبده كامله. من بعد نولي نفرغ الخليط تاعي كامل في هذاك المول. من بعد ما نفرغه كامل نعدلو هكا بالمغرف تاعي ولا بلا سباتيول اللي عندي، ندخلها للفرن على درجه حراره 180 درجه مده 20 دقيقه بالاكثر. يعني المهم يكون الفرن تاعك سخون من قبل وخلاص. هذه هي ندخلوها للفرن على درجه حراره 180 درجه مده 20 دقيقه لا اكثر ولا اقل، ونخرجوها ونكملوا لها خدمتها. هنا التيتلي تاعنا راهو فارنا للمره الثانيه الثانيه هذه رانا نفوروه 3 مرات حباباتي، 3 مرات يفورنا تليتليا كي المحور. هذه هي نزيد نحط عليه شويه تاع مرقه ونعاودو وندخلو ونحطو في الكسكاس يعاود يفور كما شفتوه، يعني نشيحو قبل ما نحطو يفور. ومن بعد نحطوه هكا في القصعه اللي رايحه نجمر فيها كليتلي تاعي مع شويه تاع زبده، ونعاودو كيما هكا ونحط عليه المرقه اللي تكون مصفيه من قبل. راكم شفتوني كي صفيتها، لازم تكون مصفيه في الصفايه ولا في الشاش اللي عندكم هذاك هو. راني ما نصفي معكم في الشاش حباباتي. ونولي نحط المرقه. المهم تكون المرقه بنينه وتكون قليله باش هكا تكون بنينه. هذه يا خواتاتي العزاز. نولي نحط المرقه. ما كفاتنيش المرقه اللي في البرمه هذيك، جبت المرقه اللي طيبت فيها الحرش تاعي، اي ثاني نفس المرقه ماهيش يعني نبدل عليها والله. ونولي نحط التليتي تاعي يتجمر لي كي ينشف خلاص. انا نولي نهزو ونحطو في الصحن ونديكوريه بالعظام ولا حرش. دوك تشوفوا من بعد كيفاه رايحه نديكوريه. نروحوا نكملوا لا طاغ تاعنا هذه المالحه. شوفوا كيفاه حباباتي تجي هايله، تجي روعه وتجي خفيفه 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 ما شاء الله. هنا واش نجيب شويه تاع طون تاع طون، نحط عليه 200 غرام من هذاك الجبن اللي يكون تاع الطلي
الجبن اللي طالي هذاك، ونخلط مليح مليح مع الطون، والطون يكون بالزيت تاعو بعد، يعني نستعملوا الطون اللي بالزيت. ومن بعد نهزوه ونحطوه هكا على لاطاغط ونطليوها هكا من الفوقه. هي مستحسن تكون في المول العجيب خيره، انا تاعي ماهوش عجيب، عجيب تاعي عجيب. نتوما عندكم عجيب وانا عندي عجيب. ومن بعد نجيب شويه تاع سلطه ولا هذا الجرجير اللي عندك، ونزين من الفوق كيما هكا. ندير الجنان تاعي ونحط عليه شويه تاع طماطم، الله الله عليها. دارها واحد الشيف ايطالي، باش نقول لكم كي شفتها عنده دنا وليت سخفت عليها. نحط شويه تاع موتزاريلا من الفوق ونهزها ونقدمها، الله الله عليها، تجيب لينا هايله. هنا جا وقت المغرب، راني قاعده نحط في الجاري. انا هكا نسربي الجاري تاعي، احنا في قسم تاعنا نقولوا نسربيو، هكا نسربيه كيما راكم تشوفوا. نحط اللحم باش نحط عليه الجاري، واللحم نكون من ناحيته من قبل من المرقه. والجاري تاعنا ثاني لازم يتصفى. هذه هي حباباتي العزاز، وهذه هي لا طابل تاعنا اليوم. هذا هو التليت اللي درتو معاكم. نحطوا طرف تاع اللحم من وطرف تاع الدجاج من، ونحطوا ثاني العظام، ونحطوا الحرش هو اللي من الفوقه. نزينوه كيما نزينو المحور، وشي المحور مخي نحطوا الساعه الحمص في النص وندوروا عليه الحرش باش نحطوا عليه العظام، باش ندوروا عليه العظام. هو هكا يتزين التليت تاعنا، هكا نحطوه في الطبق تاعنا. وهذه هي لاطاغط اللي درتها معاكم. هاي حباباتي تجيب لينا تسخف. شوفوا حطيت الحرش، حطيت من وراه العظام، دورت به العظام، حطيت طرف تاع اللحم وطرف تاع الدجاج. جا هاين، ما خبزتش اليوم. كنت غلبانه. شويه تاع جاري، الله الله عليه. وهذه لاطاغط اللي درتها معاكم، ودوك نقسم لكم منها وتشوفوا كيفاش جات. ثاني تليت اللي جات كل حبه وحدها، وجا بنين 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 ما شاء الله. وننصحكم حباباتي دائما عاودوه بالمرقه تاعو، البنات اللي قاعدين يتعلموها. هذه هي حباباتي العزاز، رايحه نقسم معكم الطرف تاع هاد لاطاغط المالحه. شوفوا كيفاش تجي هايله، والله تجي خفيفه خفيفه خفيفه، تهبل كي شغل قاعده تاكلي في السلطه باللاطاغط. معناكم الله غير تجي هايله حباباتي. وشوفوا تليت لي جات كل حبه وحدها. شهيتكم في الجنه وساهمكم في الجنه حباباتي. نروحوا نشوفوا لاطاغط اللي خدمناها مع بعضنا، مسكوته ربي مسكوته، اللي سقيناها بالفلان. هذه هي تجي مليحه حباباتي، وتجي منكهه بريحه الفلان. وش نقول لكم، هايله هايله هايله. وزينتها من الفوق بالنوات كوكو، باش هكا اللي يشوفها يعرفها بلي مخدومه بالنوات كوكو من الداخل، بلي راهو فيها النوات كوكو. هادو المعسرات اللي خدمتهم معاكم هذاك النهار. شويه تاع قهوه لازم نطيبوه. كما طلعت هذيك ريحه القهوه تجيني روحي شغل ما درت والو. هذه هي نقسم لكم الطرف وتشوفوها كيفاش جات من داخل. جات هايله هايله هايله. نتمنى ان شاء الله دائما تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم حباباتي، ونتمنى ان شاء الله ربي دائما يلاقينا في ساعه الخير ويعطينا صحتنا ويهنينا. هذا ما كان حباباتي العزاز. انا هنا نكون وصلت الى نهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم خليت لكم الخير، وبقاو على خير، نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. باي باي، نحبكم ونموت عليكم.